ليه بنخاف من الرفض؟ بنخاف نترفض من شخص، من شغل، بنخاف مهاراتنا، شغلنا أو صفاتنا ما تكونش كفاية بالنسبة للي قدامنا. والخوف ده بيظهر دايما في صورة تردد، تفكير زيادة عن اللزوم، قلق وتوتر وعدم ارتياح في التعامل، وخوف من إنك تشارك أو تعبر عن نفسك وأفكارك أو شغلك. وممكن الخوف ده يضيع من إيدك فرص كتيرة جدا لأنك خايف تجرب أصلا. لازم تعرف إن مش كل الناس هتشوف قيمتك، مش كل الناس هتحب أو تقدر أفكارك. عشان كده أنت أصلا لو في بيئة غلط، أفكارك مش هتتقدر في البيئة دي أو مع الناس دي. إحنا كبشر محتاجين شعور الانتماء، بنحب نكون وسط مجموعة، بنحب نحس بالأمان وحوالينا ناس. بس المشكلة لما تكون بتتصنع شخصية عشان تعجب، انت كده هتتعب نفسيا مع الناس الغلط. المفروض تكون على طبيعتك عادي وتعبر عن نفسك، مش تبهر حد أصلا. ولو الأشخاص دول مش شبهك خلاص، ده مش عيب فيك، مكانك موجود مع أشخاص تانية تحس معاهم بالراحة وتنبسط معاهم. لأن لو بتتصنع شخصية ودايما خايف من الرفض، خايف تكون لوحدك، كل ده هيأثر على حياتك. الخوف ده ممكن يتحول لقانون انت ماشي بيه، يعني ما تتكلمش، ما تطلبش، ما تحاولش، ما تجربش، دايما خايف من أي حاجة جديدة. الموضوع هو الإحساس اللي بيكون جواك بعد الرفض، وكأنك بعدها حسيت إن قيمتك قليلة. بس ده مش حقيقي. كل إنسان له مكان هيقدر تفكيره أكتر، هيقدر مواهبه أكتر، هيحس فيه بالنجاح أكتر. ونفس الكلام ينطبق على الناس اللي حواليك واللي عايز تكون معاهم. يعني أنا مثلا شايف إن الناس دي مش مدركة أو مقدرة قيمتي، خلاص همشي بهدوء. وده طبيعي، كل واحد فينا مختلف. والناس دول ممكن يكونوا مش شبهك، مش شبه عقليتك، مش شبه تفكيرك، مش شبه ثقافتك. صدقني لما تسيب الأمور تمشي ببساطة وتركز على نفسك وإنك تبقى على طبيعتك حتى لو كنت وحيد لفترة، هتلاقي نفسك واحدة واحدة بقيت مع أشخاص شبهك، نفس عقليتك، حابب وجودك معاهم، يشجعوك تبقى أحسن، وعارفين قيمة أفكارك بجد. هي دي الحياة. فالرفض معناه إعادة توجيه لمسارك في الحياة، سواء في شغل أو في علاقات، مش معناه إن قيمتك قليلة أبدا. طيب إيه العلامات اللي تقول إنك عايش في سجن الخوف؟ لو بتتردد تقدم على شغل، أو تشارك فكرة، أو تبدأ علاقة غير لما تحس إنك جاهز 100%. أي رفض بتقابله بتحس إن في حاجة غلط فيك، وبتحس إن قيمتك قلت في عين نفسك، وتشوف نفسك فاشل. لو بتضيع من إيدك فرص كتير فمش بتعرف تحقق أهدافك، وخايف تجرب، خايف الناس تتريق عليك، خايف الناس ما تحبش شغلك. لو بتأجل أو تستسلم بدري لما تحس مجرد إحساس إن شكلك وحش قدام الناس، أو إنهم ما حبوش شغلك. لو دايما بتختار إنك تسكت بدل ما تعبر عن رأيك، يبقى غالبا الخوف من الرفض هو اللي ممشي حياتك. الخوف من الرفض مش بس بيضيع من إيدك فرص كتير، ده كمان بيغير نظرتك لنفسك واحدة واحدة. ممكن ترضى بأقل مما تستحقه، سواء في الشغل أو في علاقات. ممكن تحس إنك مش مرتاح، جواك حزن وغضب ومحدش فاهمك. ممكن تفقد الثقة في إحساسك وصحة قراراتك. ممكن تحس إنك واقف مكانك والناس كلها مكملة. ممكن تعيش أغلب الوقت جوا دماغك مش في الواقع. حاجة من أكتر الحاجات اللي بتدمرك وبتطفي روحك حرفيا وحبك للحياة، هو إنك تكون خايف من الرفض. خايف الفرصة دي ما تكملش، خايف الوظيفة دي ما تتقبلش فيها، خايف الشخص ده ما يحبكش. فبتخاف تعيش، تخاف تتكلم، تخاف تعبر عن نفسك أصلا، وتفضل إنك تختفي، ما تشاركش، ما تتكلمش، ما تعبرش عن رأيك، تقدمش أفكارك. حرفيا عايش في سجن الخوف. كمان أكتر جزء مؤلم ووحش إنك ممكن ما تعرفش أبدا أنت كنت تقدر تعمل إيه، عشان ما اديتش لنفسك الإذن والفرصة إنك تحاول. طيب هو الخوف ده بيجي منين؟ الخوف ممكن يكون اتزرع جواك من البيئة اللي حواليك. لو كنت مثلا بتتعرض دايما للنقد المستمر، لو كنت بتحس إن لازم تقدم حاجة عشان تتحب، يعني لازم تكون مفيد في حاجة معينة وإلا مش هيحبوك. كل الحاجات دي بتخلق جواك خوف إن ممكن أكون مش كفاية، فخايف دايما من احتمالية الرفض، وإن محدش يقدر اللي هقدمه. والخوف ده يبدأ يأثر على كل قرارات حياتك. دماغك تبدأ تتبرمج على الخوف ده كرد فعل دفاعي، لأنك ما كنتش بتحس قبل كده بالتقدير المطلوب. فمثلا لما كنت طفل كنت بتحس إن الحب والأمان بيكونوا مقابل حاجة معينة على حسب حاجات معينة لازم تقدمها. الطفل لما بيحس بالخوف ده بيبتدي يداري في نفسه، يبتدي يخاف يظهر على طبيعته، يخاف يجرب حاجة جديدة ممكن يغلط فيها.
يخاف يعمل حاجة ما تعجبش اللي حواليه، ويراقب دايما أفكاره وتصرفات اللي حواليه في محاولة منه إنه يتصنع شخصية تانية يحاول يرضيهم، وعايش دايما في سجن الخوف. يعني بالظبط ضاع منه الأمان. هو ده تعريف التروما، إن الأمان ضاع منك بسبب مواقف حصلت، زي المثال اللي بنحكيه النهاردة، واللي من أعراضه الخوف من الرفض. وده مش معناه إنك تعيش دور الضحية عشان اتعرضت للتروما دي. اللي حصل حصل وملكش ذنب فيه، ماشي، بس إنك تغير الوضع وتعالج نفسك هو ده مسؤوليتك. وهقولك إزاي تتخلص من إحساس الخوف ده. هتتخلص من الخوف دوت بإنك تعود عقلك واحدة واحدة. يعني تبدأ بحاجات بسيطة، تشارك رأيك، أفكارك، تشارك شغلك، تتعامل بطبيعتك حتى لو حسيت بالخوف في الأول. والهدف هنا مش بس إنك تزود ثقتك بنفسك، الهدف برضو إنك تتعود تبدأ وتسعى في حاجات جديدة وإنت مرتاح أكتر، وتعود عقلك إنه يبطل خوف إنه يجرب حاجة جديدة، ويبطل خوف من نظرة الناس ليه. وكمان بتعود عقلك إنه عادي يجرب حاجة وما تعجبش ناس معينة. درس مهم لازم تتعلمه إنه عادي فئة معينة من الناس تفهمك غلط، عادي فئة معينة من الناس ما تحبش شغلك، ما تحبش أفكارك، عادي الناس تخرج من حياتك. مش كل الناس شبهك، كل واحد اتربى في بيئة مختلفة، اتعلم تعليم مختلف، عنده ثقافة مختلفة، مر بتجارب مختلفة، عنده صحاب مختلفين. يبقى طبيعي في ناس شبهك وفي ناس لأ. يبقى أنت ليه خايف؟ ليه بتجيب اللوم على نفسك إنك مش كفاية؟ سيب كل واحد يعيش حياته وعيش أنت حياتك، وهتلاقي نفسك واحدة واحدة بتقابل الناس اللي شبهك واللي تعيش معاهم مرتاح. مش عشان لقيت هنا رفض لوجودي يبقى أنت وحش، لأ، أنت بس مش مع الناس الصح لسه. ممكن تكون مش في المكان الصح، وده عادي. ما تعلقش نفسك بحاجة معينة أو شخص معين، الدنيا واسعة. بلاش تاخد الموضوع بصورة شخصية، مش كل الناس لكل الناس. انت ليك أفكارك وشخصيتك اللي تتقدر بجد في بيئة معينة، وممكن بيئة تانية ومحيط تاني يكونوا شايفينها وحشة ومش مقدرين قيمتها. اظهر نفسك، شارك شغلك وأفكارك، اتكلم وعبر عن نفسك أكتر. ممكن تكون شايف فيها مخاطرة، بس فكر واسأل نفسك ايه اللي هيحصل. ممكن ما يحبوش الفكرة، وايه يعني؟ مش هتتقدر مع الناس دول يبقى هتتقدر مع ناس تانية. بس إنك تفضل مخبي ومداري نفسك هتدفع ثمنه أكبر على المدى الطويل، وكمان هتعيش مع ندم طول عمرك. الهدف مش إن كل الناس تحبك، الهدف إنك تبقى شخص حقيقي كفاية عشان الناس الصح تلاقيك. الرفض مش بيقلل قيمتك ولا بيحدد قيمتك أصلا. فكرة من أكتر الأفكار اللي بتدمر بيها نفسك هو إنك تفكر إنه قدام اترفضت من شخص، أو اترفضت من وظيفة، أو عملت بيزنس ومنجحش يبقى قيمتك قليلة. وده مش حقيقي. كل ده توجيه ليك لمكانك الصح. مش كل الأماكن هتكون صح بالنسبة لك. أفكارك بتتقدر أكتر في بيئة تانية بعقليات تانية. لو ما تقبلتش مثلا في وظيفة معينة، ممكن يكون متطلباتهم مختلفة، أولوياتهم مختلفة، فأنت ليك مكان تاني مع ناس تانية محتاجة أكتر إمكانياتك دي، محتاجة أكتر أفكارك. مفيش حاجة موجودة في الدنيا عبث. ونفس الفكرة لو فتحت بيزنس ومنجحش، ممكن تكون البيئة اللي انت مقدم فيها الفكرة مش مفيدة ليهم قوي، أو مش مستوعبين أهميتها، أو مش من احتياجاتهم. هل ده معناه إن فكرتك وحشة أو ملهاش قيمة؟ لأ، فكرتك حلوة لبيئة تانية ولناس تانية. يعني ما تفضلش تحاول بفكرتك في البيئة الغلط وبعدين تقول على نفسك فاشل. خلي الرفض حاجة طبيعية. الناس اللي بتكبر وبتنجح وبتبني علاقات حقيقية بتترفض أكتر مش أقل. ليه؟ لأنهم بيحاولوا أكتر، بياخدوا فرص أكتر، بيجربوا أكتر، وده بيزود فرصهم في النجاح إنهم يوجهوا أفكارهم للبيئة الصح بشكل أسرع. فالرفض وكلمة لأ مش معناها إن قيمتك قليلة، معناها إن ده مش مكانك. وجه نفسك للمكان الصح واحدة واحدة، ووانت بتعمل كده اشتغل على نفسك شوية، استغل الوقت وطور مهاراتك أكتر. أما بالنسبة للعلاقات، كلمة لأ برضو مش معناها إنك وحش أو ما تتحبش، معناها إنك محتاج توجيه لناس ترتاح معاهم أكتر. ده مش عيب فيك ولا عيب فيهم، هتلاقي ناس تانية ترتاح معاهم أكتر. ما هو الدنيا واسعة، يعني أنت محجمها على نفسك ليه؟ لو مش الأصحاب دول يبقى أصحاب تانيين، لو مش شريك الحياة ده يبقى شريك تاني، لو مش الشركة دي تبقى شركة تانية. لو مش لاقي نفسي في البيئة دي، أفكر إيه البيئة الصح بالنسبة لي، إزاي أكون في البيئة الصح دي عشان أقدر أكون على طبيعتي وأحب حياتي وأبدأ أشتغل على أفكاري وأنا مرتاح. كل اللي أنت محتاجه إنك تفتح عينيك على الحياة شوية، ما تحجمش نفسك. كل ما اتصرفت بالاتيتيود دوت هتلاقي الحياة أسهل.